ثم تهيأ رضي الله عنه للسفر لمصر القاهرة عازما على ملاقاة الشيخ سيدي محمود الكردي، فوصلها مع السلامة والعافية. فلما وصل عليه سيدنا رضي الله عنه أول ملاقاته قال له: أنت محبوب عند الله في الدنيا والآخرة. قال له سيدنا رضي الله عنه: من أين لك هذا؟ قال له: من الله. ثم قال له بعد أيام: ما مطلبك؟ قال: الكتمانية العظمى. قال له: لك أكثر منها. ثم تهيأ رضي الله عنه للسفر إلى الحج. فلما وصل مكة المشرفة في شوال سنة 87 و100 وألف من الهجرة، سمع بالشيخ الإمام أبي العباس سيدي محمد بن عبد الله